أهلا بكم من جديد. خلينا نحكي على أحد الشخصيات اللي أساءت للمجتمع العراقي، وأكيد تعرفوه، مصطفى الحجي، حجي مال لنقة. مصطفى اليوم ولا زينك صفر، ولو أنت أقرع ما عندك كم شعراية خليهن ساترات عليك. المهم للأسف انتشرت فيديوهاته بالآونة الأخيرة وأخذت مجال واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، لأن مثل ما تعرفون كلامه كله حكم ومصطلحات بايخة وما أدري منين يجيبها. كلكم عيوني بس لا تنسوني. I love you I love you too يابا. طلع فالوته اكرج رجه ما معلومه يا ساعة الطوق. الطماطم ممروده يابا. وي سكنونو كتموتو كتموتو كتفوتو كتموتو 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 الحلوه يا بطه نبي حرفي سياحتي يا قطه. طبعا هاي المقولات البايخة مثل يجيبها من الأفلام والمسلسلات، مثل ما شفت الكوتوموتو جايبها من فيلم محمد هنيدي. المهم عوفونا من الكوتوموتو، خلينا نسولف المفيد. أولا اسمه ما مرتبط بشخصيته، لأن الحجي يقولوها للرجال الكبير، للشايب، للي حاج بيت الله، مو اللي طقطق صور ويا الحتيت وقاضي هي يتمرقص بالملاهي. يلا سيارة هسه اسمحوا لي ألقب مصطفى الدنبكجي، لأن هذا اللقب ينطبق على شخصيته وستايله مال الملاهي. انت فنان اسمه رزوان عادل. رزوان حبيبي عازف او العفو هندسة الصوت. هو هم عازف 7 صلايع والبقر ضايع. يعني يابا يعني علي لملم اخويا والعازف البطل فدوى قلبك على فالح يعني وعازف الآلة بريكشن فدوى قلبك. يعني اخي ربك ايش قد اكرهك، استمر بنعفلتك ويا الحثلقية اللي مثلك. الحجي اخي ربك انا حيل احترمك واحبك. عازف الاورج كلك اخلاق فدوى قلبك. انت يعني عالم موسيقيه وكل الناس تحبك والجبان عمرك انت الاحسن. وهاي يعني نقول عليها الناس كلها تنتظر هذا الشيء. طول عمرك. قدم لي اسمك. علي كفاح. علي كفاح قدم له اسمك باعتبار هو قائد الملططين اللي مثلك ومثله. بس اريد اعرف شنو هذا الشيء اللي نازله تنتظره. هذا اهداء الى اخوتنا المغتربين. مصطفى حجي من والكم اللي بالكون كله 7 قارات او كذا. يقصد على الفيديو الناس اللي دا تنتظره. بس لحظة، شنو اللي قبل الكم؟ ما فهمتها؟ مصطفى حجي من والكم اللي بالكون كله 7 قارات او كذا. من والكم و7 قارات وكذا؟ لا ساعات بديت تشخبط من صدق يعني. سولف ايش عندك بعد ما طول راقع لك بطل ميزو. استغل الفرصة. المن تحب تهدي هذا الفيديو؟ الى اخوتنا وجيراننا وزملائنا وحياتنا ومتدمرين من عند يعني هذا الشيء، بيوتكم موجوده ويانا ونفسكم صاعد ونازل ويانا وانا احبكم. وصدقوني في يوم من الايام ترجعون حتى لاولادكم. اني اكون بهذا الشيء اللي اقدم لكم اليوم، اقدم لكم اياه، والمسرح اللي انا اشاهد لكم اياه. بس بلا اشاهدكم اياه واقدم لكم اياه. شنو هالاخريط هذا؟ من نسخام الصخمك على هذا الشرب والشاربه لدرجه صاير طلي وما تعرف شو تسولف، قضيت الفيديو كله تشخبط. زين تعال فهمنا هذا التلوث كله لما نتقدمه. امريكا واستراليا والنرويج وهولندا والمانيا والدنمارك وبلجيكا وبلدان عربيه سوريا والاردن ولبنان ومصر ويعني باقي الدول النمسا وفنلندا كلهم بدون اذكر اساميهم. هم كلهم بدون ذكر اساميهم. انت لوتي لو الواير ماله. لا اخاف الشاقه. عندك علم بس كوكب المريخ ما ذكرته. ابو دروب ما ذكرت اساميهم ابد. بس امريكا، استراليا، النرويج، هولندا، المانيا، الدنمارك، بلجيكا، سوريا، الاردن، لبنان، مصر، النمسا، فنلندا. بما انه انت ذكرت هاي الدول كلها وما ذكرت بلدك العراق، تعال فهمنا عيني ابو كرش، شنو هاي عراقي بلا وطن وغيرت اسمك وصرت مارتن الحجي؟ يعني
مارتن الحجي. يعني مارتن الحجي. يعني مارتن الحجي عراقي بلا وطن. عراقي بلا وطن. عراقي بلا وطن اني. وفعلا وصدق الرسول الكريم النبي الأمي: اذهبوا وارحلوا إلى ملك الحبشة، ملك مسيحي لا يظلم عنده أحد. جئناك لاجئين من هول ما عنيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. عراقي بالله وطن، مو كان ملفيك العراق؟ ليش ما احترمت نفسك وقعدت وسكتت؟ عراقي بالله وطن هاني. طبعا من عمايلك السوداء غير، صحيح عندك فيديوهات تنصح فيها الناس، لكن بغض النظر عن ايجابياتك عندك سلبيات اكثر. تزرع الفتنه هنا وهنا وتحكي على هذا وذاك، ويوميا متكافش لك ويا واحد لحد ما دقوا لك طابع ابو الالف وزينوك حفر بامر القاع قبض، واعلنت رحيلك فارا مهاجرا الى خارج البلاد، وانه قرصنا من مصطفى الحجي طلع انه مارتن الحجي. ويعني سوف حجي هيك احسن لك، حتى المنغولي عفط لك لان انت هذا مستواك.